امترات بقى يا باشا وطيارات يا باشا. يلا بينا مدير، تعالى نشوف بيقول لي ايه. هو من الاخر عايز قرايه الامتر الاولاني يا شباب، وعايز قرايه الامتر الايه الثاني. يلا بينا نحسب قرايه الاولاني وقرايه الثاني. قال لا، فولت ومقاومه اقسمهم تجيب تيار 20 على 5 4. يبقى بالنسبه لقرايه الامتر الاولاني هو عباره عن في على الار، يعني 20 على 5 هيبقى 4 امبير. يبقى الحمد لله عندي الكهرباء هنا 4 امبير. يلا حبيب قلبي، عايزين نوزع الكهرباء. قدامي سكتين نسبهم 1 ل3. لو معاك برتقانه وعايز تطلع منها حته وثلاث حتت، تقطعها بالسلكينه كام حته؟ 4، وتقول له يا عم خد الحته وانت خد الثلاث حتت عشان انا عنصري. فالنسبه 1 ل3 اقسم على 4. 4 على 4 ب1، وباقي الأربعة 3. بس المقاومة اللي فوق صغيرة تيار كبير يبقى 3، والمقاومة اللي تحت أكبر تيار صغير يبقى 1. حبيت تتأكد دو فرعين توازي الفولت عليهم متساوي 30 في 3. احنا قلنا سبحان الله المقاومة اللي فوق أصغر تيار أكبر. أوكي، دي 10 في 33 ودي 30 في 31، يبقى احنا شغالين صح. يبقى الاي 1 ب 4 امبير يا جماعه، الاي 1 ب 4 امبير يا جماعه، والاي 2 ب 3 امبير يا جماعه، الاي 2 ب 3 امبير سعاده الباشا. يبقى فولت على مقاومه اداك التيار، لقيت قدامي سكتين نسب 1 ل3، جزأت ان انا قسمت على 4. خلاص. طيب ده بالنسبه لسؤال 42. نشوف يا باشا السؤال اللي بعده 43. ايه قصته؟ ايه دنيته؟ يلا بينا يا جماعه نشوف السؤال ده عايز ايه. هو مكون من 3 مطالب، عايز المقاومه المكافئه، وعايز التيار كله، وعايز كمان التيار في 6 اوم. يلا بينا يا باشا نجيب المقاومه المكافئه. طيب نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لك على حاجه، المقاومه 10 اوم دي مالها يعني يا باشمهندس؟ ما اعرفش، بس انا نصحتك كتير وانت براحتك من بدانا نحل. ال 10 اوم دي متوصل اطرافها بنيجاتيف وبوزيتيف المصدر، اهي يا عم اهي يابا. فما تجيش يم ال 10 اوم، يعني ال 10 دي توازي مع البطاريه، فهي توازي مع اللي انت هتبسطه. يعني ال 10 دي هتلعب النهائي يا باشا، واخده كده خلاص. الفاينل بالنسبه لها هتبقى توازي مع اللي انت تبسطه. طب نبسط مين يا باشمهندس؟ حبيب قلبي الستة والتلاتة ريحتهم فايحة وعلاقتهم مفضوحة، لامسين بعض من هنا ولامسين بعض من هنا. يبقى الستة والتلاتة توازي مع بعض بكام؟ ب2. فيبقى عندي التمانية اوم اهي لو هبسط الشكل معاك، وستة وتلاتة توازي بكام؟ ب2 اوم يا باشا. وعندي البطارية تحت يا جماعة اللي هي مكتوب عليها 10 فولت، وعندي فوق مقاومة اللي هي كام يا جماعة؟ اللي هي 10 اوم اهو. تعالى بقى لما تيجي تبص بقت سهلة قوي. 10 و10، مش هرجع هقول لك 2 و8 توالي ب 10. يبقى حبيب قلبي 10 توازي مع 10 أس النص، 10 توازي بكام؟ 5. يبقى المقاومة المكافئة اللي هي الار ايكويفالنت هتساوي 5 اوم. ماشي يا سيدي، نختارها يا بابا. رجع قال لك انا عايز تيار كله يا عم، على عيني وعلى راسي. الاي كله بتساوي في كله ار كله. جهد المصدر ب10، ده الفولت كله، والمقاومه كلها ب5. 10 على 5 يديك التيار كله بكام؟ 2 امبير. يبقى التيار كله ب2 امبير. عايز بقى التيار اللي يمر في ال6 اوم. طب اسمعني كده وركز معايا. احنا جبنا التيار كله بكام؟ احنا يا مستر جايبين التيار كله ب2 اهو. تعال نطلع من الرسمه السهله وننقلها فوق. يعني بص ده كده 2 امبير. لا 10 و10 توازي مع بعض يبقى الجزاء بالتساوي، ده 1 امبير وده 1 امبير. ممكن ننقل البيانات دي والمعطيات دي لمسألتي الأساسية. التيار كله 2 امبير، ال10 اوم كهربتها 1 امبير، وال8 دي كهربتها 1 امبير. ايه ده؟ ده الواحد امبير مجموع تياري ال3 وال6 اللي هم متوازي مع بعض. طب دي مقاومة وضعفها يبقى تلتين وتلت التيار. اذا كان التيار ب1 يبقى تلتين وبتلتين امبير، وتلته بتلت امبير. يبقى دي مقاومه صغيره تيار كبير يبقى ده تلتين امبير، ودي مقاومه كبيره تيار صغير يبقى ده تلت امبير. انا بسالك على تيار المقاومه 6 اوم يبقى تلت، اللي هو 0 علامه 3 3. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ج زي ما حضرتك شايف. خلاص، ده بالنسبه لسؤال 43. نتعرف مع بعض حبيب قلبي على السؤال اللي بعده ورقم 44. يلا بينا. بيقول لي ايه؟ في الاشكال الآتية فرق الجهد بين طرفي الأربعة أوم ب4 فولت في أنهي دايرة؟ يعني بيديك دايرة الثانية الثالثة الرابعة، بيقول لك أنهي دايرة من الدوائر اللي أنا مديهم لك دول يا باشا فرق الجهد على المقاومة ال4 أوم ب4 فولت. تعال نجيب فرق الجهد على كل 4 أوم. تعال يا حبيب قلبي، هنا بالنسبة لي ال 12 أمبير هيتجزأ كام وكام؟ مش دي مقاومة وضعفها؟ مش دي مقاومة وضعفها؟ يبقى عايز أطلع من ال 12 بدون كلام كتير رقم وضعفه، يبقى 4 و8.
المقاومه اللي فوق صغيره تيار كبير يبقى 8 امبير، والمقاومه اللي تحت كبيره تيار صغير يبقى 4 امبير. 4 في 4 ب 16 يبقى ده غلط، لان عايز الفولت على المقاومه 4 يطلع ب4. ال3 امبير هيلاقي مقاومه وضعفها يبقى طلع من ال3 رقم وضعفه يبقى 2 و1. مقاومه فوق صغيره تيار كبير يبقى 2 امبير، مقاومه تحت كبيره تيار صغير يبقى 1 امبير. الفولت هنا 4 في 1 ب4 يبقى هي دي الاجابه الصح. بس خلاص هكمل معاك. هنا الفولت 4 في 3 ب 12. هنا بقى الستة هقسمها هنا 4 في 6 ب 24 فبرضه غلط اهو. طيب حبيب قلبي ليك وللزمن في السؤال الاخير، لو دي 2 اوم ودي 3 اوم وانا معايا 6 امبير وعايز يا باشمهندس اوزعهم على الاثنين والثلاثه، اعمل ازاي؟ بص، في مبدا بنقوله لك، اقسم الكل على مجموع الاجزاء يديك الجزء. بص يا باشا، الكل بكام؟ 6. واتش اند لير، كل ب6. مجموع الاجزاء دي 2 ودي 3 يبقى اقسم على 5. ده الجزء ب6 على 5. مش دي 2 اوم ودي 3 اوم، المقاومه والطلع عكسي. الاثنين تاخد 3 اجزاء من التيار والثلاثه جزئين من التيار. يعني لو عايز تيار الاثنين يبقى اضرب الجزء اللي هو 6 على 5 في 3 يطلع 18 على 5 امبير. وهنا 6 على 5 الثلاثه اوم واخده جزئين بقى في 2 يطلع كام؟ 12 على 5. 12 على 5 امبير. ولازم مجموع التيارين دول يبقى التيار كله 18 على 5 زائد 12 على 5 30 على 5 اللي هي 6 بس. يبقى احنا كده شغالين مظبوط وشغالين صح. فانت لما تيجي تحب توزع الكهرباء اقسم التيار كله على مجموع الاجزاء، وزع بالعكس. بمعنى ايه؟ نسب المقاومات يا جماعه 2 ل 3 يبقى نسب التيار يا جماعه 3 ل 2. فدي 2 اوم هتاخد 3 اجزاء من التيار، ودي 3 اوم هتاخد جزء من التيار. حبيت تتاكد؟ اضرب 12 في 18 على 5. لازم الفولت فوق والفولت تحت، فالفولت فوق ب 36 على 5. طب تحت برضه 3 في 12 على 5 36 على 5 يبقى انا شغال مظبوط. خلاص ده بالنسبه للسؤال رقم 44. طيب بالنسبه للسؤال اللي بعده رقم 45، تعال نشوف عايز مننا ايه. عايز النسبه بين اي واحد لاي. انا عايز اقول لك على حاجه، اي سؤال اجي اقول لك انا عايز نسب انا بفرض براحتك في المنهج كله ايا كان السؤال بيقول ايه، طالما قال لك النسبه بين ده لده افرض. انا عندي فرعين، فرع فوق 4 وفرع تحت ب2. طب ما انا ممكن افرض ان الاربعه طيارها 2 اي عشان يبقى الاثنين طيارها 4 اي، ويبقى على افتراضي كله كام يا باشا؟ 6 اي. يا سلام، انت عايز اي واحد بالنسبه لاي دي نسبه. على افتراضك اي واحد ب2 اي، على افتراضك الاي بكام؟ ب6 اي. يبقى 2 على 6 تطلع النسبه تلت، وكل عام وانتم بخير. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب زي ما حضرتك شايف. يبقى عندك تفرعين 4 2 يبقى افرض طار 2 4 وكله 6 وهات اللي انت عايزه يا باشا في المنجز وبتجيب من الاخر. خلاص ده سؤال رقم 45. يلا باشا السؤال اللي بعده رقم 46. تعال نشوف. عايز لي اكيد اوزع تيار. كل من الاشكال الاتيه يمثل، ما شاء الله ده في اشكال. هنبدا باشكال سلسله متسلسلات كده، اشكال هنوزع الكهرباء فيهم. ماشي. قال لك ايه؟ كل من الاشكال التاليه يمثل جزء من دائره كهربيه ماشي لتي التيار اي واحد واي 2. عايز بقى نجزء الكهرباء. طب دي سهله، دي سهله، دي مقاومه وضعفها. مقاومه وضعفها يبقى طلع من الستة رقم وضعفه. 6 رقم وضعفه يبقى 2 و4. بتحسبها ازاي يا مستر حبيب قلبي؟ مش النسبه 1 ل 2؟ مش دي مقاومه وضعفها نسبه 1 ل 2؟ اسم على 3. 6 على 3 بكام؟ ب2. والبواقي بتاعت 6 4. يبقى عندك 2 و4. فوق تحت مقاومه صغيره تيار كبير يبقى ده 4 امبير، وفوق مقاومه كبيره تيار صغير يبقى ده 2 امبير. يبقى 2 و4 على الترتيب اي 1 واي 2. 2 و4 2 و4 2 و4 يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب زي ما احنا. لو انت قابلك نسبه 1 ل 2 اقسم على 3، 1 ل 3 اقسم على 4، 1 ل 4 اقسم على 5. وبوزع بالعكس. بمعنى المقاومه حبيب قلبي الصغيره بتاخد تيار كبير، والمقاومه الكبيره تاخد تيار صغير. مقاومه صغيره تيار كبير، مقاومه كبيره تيار صغير. طب نشوف الفقره رقم 2 برضو في توزيع التيار. يلا بينا مدير نشوف هنوزع الكهرباء ازاي. يلا بينا جماعه. المقاومه اللي فوق مش ب4. انا بشوف الفرع بطوله. الفرع اللي فوق 6 و3 توازي ب2 2 و4 6. يبقى ده 6 اوم، واللي تحت ايه؟ 6 اوم. داخل لهم كام يا بيه؟ 12 امبير. يبقى ال 12 هيلاقوا ده متفرعين نفس القيمه. شوف خلي بالك، ما تقوليش ال 12 بيتوزع على 4 و6. باخد الفرع كله، السلكه كلها
اللي فوق ب6 واللي تحت ب6 يبقى ال 12 مقاومتين زي بعض يتجزأ بالتساوي، يبقى ده 6 امبير وده 6 امبير، يبقى 6 امبير 6 امبير يا جماعه. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ج زي ما حضرتك شايف بالنسبه للفقره رقم 2. طيب تعالى حبيب قلبي الفقره اللي بعديها رقم سؤال بقى 46. تعال نشوف سؤال 46 عامل ايه. كل من الاشكال الاتيه يمثل جزء دايره كهربائيه. ده احنا برضه في 46 بس الفقره الثالثه بقى، معلش. انا عايز ايه؟ اي 1 بكام واي 2 بكام؟ ماشي، ركز لي كده. لما اديك تيار فرع امشي وراه يوصلك للتيار كله. لما اديك تيار في فرع امشي وراه يوصلك لمين يا جماعه؟ للتيار كله. اذا كان الار تيارها 2 امبير، طب ما دي توازي وبتمثلها، يبقى تيارها 2 امبير. يبقى الفرع اللي فوق كله على بعضه تياره كام؟ 4 امبير. 2 و2 يبقى هنا 4 امبير. ركز لي بعد اذن حضرتك. ظبط لي الفرع اللي فوق لمقاومه واحده اهو. هو حبيب قلبي ار وار نص نص ونص واحد، يبقى المقاومه فوق بايه؟ بار، والمقاومه تحت بايه؟ ب4 التيار فوق ب4 امبير. 4 امبير. اذا كان المقاومه 1 تيار 4، يبقى المقاومه 4 تيارها 1 من العلاقه عكسيه. يبقى التيار كله مجموعهم اللي هو بكام يا جماعه؟ 4 و1 يبقى 5 امبير. يبقى انا لو بسالك على اي 1 ب1 والاي 2 ده اهو ب5، يبقى فين 1 وفين 5 سيدي؟ ادي 1 وادي 5. طيب ده بالنسبه للفقره رقم 3. نستكمل مع بعض ونشوف الفقره اللي بعديها رقم 4. تعال نشوف هنتعامل ازاي فقره رقم 4. طب يلا حبيب قلبي نستكمل مع بعض. طبعا يا باشا خدنا لك بريك، شربنا كوبايه قهوه، غيرنا لك التيشيرت يا باشا عشان نفوق لك، وانت كمان يا حبيب قلبي يفوق معانا. يلا بينا نكمل مع بعض يا باشا ونشوف. هنا طبعا اي 1 واي 2، عايز يجيب قيمه الاي 1 والاي 2. يلا يا باشا حبيب قلبي لو تلاحظ هنا، لاحظ يا باشا مهندس حبيب قلبي، في تيار قيمته معلومه وده تيار فرعي، ده اللي هيوصلك اللي انت عايز توصل له. بمعنى ايه؟ هما المقاومات دي ايه؟ توازي، لانه لامسين بعض من هنا ولامسين بعض من هنا، يبقى 3 مقاومات توازي. وفي معلومه عن التوازي حضرتك عارفها وانا عارفها وكلنا عارفها، ان فرق الجهد على المقاومات او العناصر التوازي ثابت. يعني الفولت هنا هو الفولت هنا هو الفولت هنا. طب الفولت هنا بكام يا باشا؟ 6 في 1 يبقى 6 فولت. اذا الفولت هنا بكام يا باشا؟ 6 فولت. اذا الفولت هنا بكام يا باشا؟ 6 فولت زي ما حضرتك شايف. 6 على 9 يديك التيار، لان الاي بتساوي في على الار، يبقى 6 على 9 يديك التيار بكام؟ 2 على 3، يبقى التيار هنا 2 على 3 امبير. وهنا 6 على 18 يديك حضرتك التيار بكام؟ بثلث امبير. طب انت عايز ايه؟ عايز الاي 1 جبته بثلثين، فده مرفوض وده مرفوض، ده ممكن ده ممكن، اوكي. عايز الاي 2، لو وقفنا عند النقطه دي يا باشا داخل لها ثلثين وداخل لها 1، يبقى داخل لها من هنا 1 امبير وهنا كمان ثلثين امبير، يطلع مجموعهم مجموع الثلثين والواحد كام؟ ما هو الواحد ده يا جماعه اللي هو 3 على 3 زائد 2 على 3 يديك كام؟ 5 على 3 امبير. بس يبقى عندي الاي 1 بثلثين امبير وعندي الاي 2 5 على 3 امبير، يبقى ثلثين و5 على 3 باشا. يبقى الاجابه اللي عندنا رقم ج زي ما حضرتك شايف. خلاص نستكمل مع بعض يا باشا ونشوف الفقره اللي بعد كده. الكلام على ايه؟ القصه على ايه؟ الروايه على ايه؟ مديني افرع، ودايما اول ما تلاقي افرع اول حاجه كطالب تيجي في بالك ان فروق الجهود متساويه، فدول افرع توازي يبقى فروق الجهود على الافرع دي متساويه، فاقدر اجيب تيارات الافرع. طب يلا يا باشا هو طبعا عايز اي 1 وعايز اي 2، يلا بينا. هو الفرع ده الفولت عليه بكام؟ حبيب قلبي التيار في المقاومه، فالفولت هنا التيار بواحد والمقاومه 1 و2 3 3 و3 6، يبقى 6 في 1 ب6 ار، ده 1 في 6 ار، يبقى الفولت هنا هتساوي 6 ار. يبقى الفولت على الفرع ده برضه بكام؟ ب6 ار، والفولت على الفرع ده برضه بكام؟ ب6 ار. طب ما انا ممكن اقسم بقى الفولت على المقاومه اجيب الكهرباء، فبالتالي 6 ار على 3 ار يديك الكهرباء كام؟ 6 على 3 يبقى 2 امبير. وهنا 6 ار على ار يديك 6، يبقى الكهرباء هنا كام يا جماعه؟ 6 امبير. طب يا سيدي انت عايز مين؟ عايز الاي 1 وانا جبته ب6، فده مرفوض وده مرفوض. طب عايز مين؟ عايز اي 2. النقطه دي حبيب قلبي داخل لها 6 وداخل لها 2 وداخل لها 1، 6 و2 8 8 و1 9، يبقى اي 2 9 امبير. يبقى خلاص 6 امبير ده اي 1 واي 2 9 امبير، يبقى 6 و9، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب زي ما حضرتك شايف. فدايما طول ما بتتعامل توازي فروق الجهود مالها متساويه. تعالى يا باشا نشوف الفقره اللي بعديها. تعالى بقى في السؤال ده سؤال 46 بيقول لي ايه؟ عشان برضه هيبقى كذا فقره. بيقول لك كل من الاشكال الاتيه يمثل جزء من دائره كهربائيه. هيبدا يديني اشكال وبيقول لك الاشكال دي يا باشا عباره عن اجزاء من دوائر كهربائيه.
عايز الكهرباء اي واحد واي اتنين يا عم، على عيني وعلى راسي، يلا بينا باشا نشوف. اولا لو انت لماح يلا تلمح، المح ايه حبيب قلبي؟ مش هقول لك، بص للدايره الكهربائيه يا باشا وانت اللي تقول. المقاومه الاثنين توازي مع سلك فاضي، الله يرحمك كنت غلبانه وطيبه. اذا ضمت فرعين توازي، الخمسة والخمستاشر، الفولت فوق 5 في 3 15 فولت، يبقى الفولت هنا 15 فولت، وبالتوازي يبقى الفولت هنا 15 فولت. الفولت على المقاومه تديك التيار 15 على 5 يبقى التيار كام؟ 3 امبير. حضرتك لما تيجي تبص يبقى ده 3 امبير، قلنا 15 على 15، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ 15 على 15 يبقى كام باشا؟ يبقى بواحد امبير، يبقى التيار ده اهو 15 فولت على 15 اوم، يبقى حضرتك بواحد امبير، يبقى التيار هنا ايه؟ بواحد امبير. ماشي. انا عايز اي 2، لو وقفنا هنا المقاومه دي مش هيمر فيها كهرباء لان توازي مع سلك فاضي تلغى. يعني ده 3 امبير اهو، ادي 3 امبير وادي 1 امبير، يتقابلوا مع بعض ويخرج كام مجموعهم؟ 3 و1 يبقى كام؟ يبقى 4 امبير. فانت بتدور على اي واحد ده بواحد امبير، وبتدور على اي 2 ده بكام يا جماعه؟ 4 امبير، يبقى 1 امبير و4 امبير دي الاجابه. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ايه؟ رقم د. فلمحت من البدايه للي بيلمح يا حبيب قلبي، وسهل نلمح يا بابا، ان المقاومه اللي فوق ده اهي توازي مع سلك فاضي، فالبقاء لله، المقاومه اللي فوق ايه؟ اتلغت. يلا بينا يا مدير نشوف السؤال اللي بعده يا شباب، ده اللي هو رقم 47. بيقول لي ايه؟ في الدائره التي امامك. السؤال اللي قبله 46. السؤال ده اصلا كان تابع للسؤال اللي قبل كده، تمام؟ ان احنا نجيب اي واحد واي اتنين. تعالى بقى للسؤال الجديد رقم 47، مديك دايره كهربيه زي ما حضرتك شايف. طب انت عايز يا باشا؟ تعال نشوف مع بعض هو عايز مننا ايه. يلا يا باشا. قال لك انا في الدايره اللي قدامك دي انا عايز النسبه بين اي 2 واي 3، يعني عايزك تجيب لي اي 2 وعايزك تجيب لي اي 3 وتقسمهم على بعض عشان يبقى عندي النسبه. يا عم بسيطه، لو جيت بصيت ادي بالنسبه لي الرسمه، ادي بطاريه 3 فولت زي ما حضرتك شايف. البطاريه دي توازي مع مقاومه 12 اوم، توازي مع مقاومه 4 اوم، توازي مع الفرع ده كله اللي هو 2 و4 6. يعني دي دايرتي اصلا اللي هو مديها لي، ماشي. وده يا باشا اي واحد، وال 12 طيارها اي 2، والفرع اللي هو 6 ده اللي هو 2 و4 توالي طياره اللي هو ايه؟ اي 3. طب ما انا كده سهل اقدر اجيب التيارات. ليه يا حبيب قلبي؟ يعني حضرتك لو عايز الاي 2 هيبقى الفولت اللي هنا اللي هو فولت المصدر بثلاثه، والمقاومه ب 12، 3 على ال 12 بكام يا باشا؟ 1 على 4 امبير. طب لو انت عايز الاي 3، لما تيجي تبص حبيب قلبي، الفي على الار، الفولت اللي هنا هو فولت المصدر لان كل دول متوازي اللي هو كام؟ 3. والمقاومه بكام؟ ب 6، 3 على 6 يبقى كام؟ نص امبير. يبقى انا جبت الاي 2 وجبت الاي 3. حبيب قلبي انا عايز النسبه بينهم، انا عايز النسبه ما بين اي 2 لاي 3، يبقى هتساوي سعاده الباشا ده بالنسبه لي ربع اللي هو اي 2، واي 3 اللي هو ايه؟ نص. ربع على نص يعني 2 على 4 اللي هي كام؟ اللي هي نص. يبقى دي الاجابه ودي النسبه اللي الراجل عايزها. النسبه بالنسبه لي نص زي ما حضرتك شايف. يبقى حبيب قلبي انا شايف المساله ازاي؟ شايفهم 3 افرع توازي مع المصدر يبقى عليهم نفس فولت المصدر. ادي فرع مقاومته 12 وفرع مقاومته 4 وفرع تاني 2 و4 توالي يعني 6 اوم اهو. وعندي الفولت والمقاومه اقدر اجيب تيار كل فرع يا حبيب قلبي. ولو هنا حبيت تجيب تيار كله فجيب تيار ده وتيار ده وتيار ده واجمعهم، او اقسم الفولت كله على المقاومه كلها يديك التيار كله لو حبيت تجيب اي واحد يعني اللي هو التيار كله. ننتقل مع بعض يا باشا للسؤال اللي بعده رقم 48. يلا بينا مدير نشوف كده 48 عايز مننا ايه. نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف 48 الكلام على ايه. ان شاء الله الدنيا هتكون بسيطه وسهله. الشكل المقابل لمناسب جزء من دائره كهربيه برضه باشا، عايز النسب بين اي واحد واي 2. حبيب قلبي النسب دي لعبتي، اي سؤال نسب انا ممكن افرض ارقام ما حدش ليه حاجه عندي. طب ما يلا بينا، هي مش دي مقاومه وضعفها؟ حلو، يعني دي 2 ودي 1. طب ما انا ممكن ادي الاثنين تيار مثلا اي، ويبقى بالنسبه لي الواحد ياخد تيار كام؟ 2 اي، وعلى فرضي كله التيار كله 3 اي. ارجع تاني وزع الثلاثه، مش دي مقاومه وضعفها؟ يبقى لما تطلع من الثلاثه قيمه وضعفها يبقى كام؟ 1 و2. المقاومه اللي فوق اصغر يبقى تيار اكبر، والمقاومه اللي تحت اكبر يبقى تيار اصغر اهو. انا عايز نسبه مين بقى؟ اي 1 على اي 2. اي 1 على فرضنا باي في الرسم اهو، واي 2 على فرضنا ب 2 اي، يبقى اي على 2 اي يا جماعه، يبقى النسبه نص. يبقى دي الاجابه، النسبه 1 ل 2، يبقى النسبه بالنسبه لي او الاجابه بالنسبه لي رقم ج. طيب ده سؤال 48. نشوف مع بعض السؤال رقم 49. يلا بينا باشا نشوف هنتعامل ازاي. 49 يلا بص لي السؤال كويس. هو الراجل بيقول لك ايه؟
بشكل مقابل اذا كانت قراءه الاميتر 1 امبير، ادي اميتر مديك ان قرايته 1 امبير، طب انت عايز ايه؟ قال لك بقى شايف المقاومه ال 12؟ قلت له حبيب قلبي انا شايفها، انا عايز كهربتها. حلو، انا عايز اقول لك على حاجه، لما اديك تيار في فرع امشي وراه، لان هو ده اللي هيوصلك للتيارات الباقيه. يعني تعال نشوف كده لو سمحت، ده فرع مقاومته كام؟ 4 و2 توالي، يعني مقاومته 6، تياره 1. طب ما هو بالتوازي الفرع ده مقاومته 6، يبقى تياره 1، يبقى التيار اللي هنا بكام؟ 2 امبير. يبقى ادي البطاريه هو، لو هبسط شويه، وادي مقاومه يا جماعه اللي هي ال 12 اوم. بسط الجنب ده لانك كده جبت كهربته ب 2 امبير، بسطه لمقاومه واحده. 4 و2 توالي ب 6، 6 توازي مع 6 3، 4 و2 توالي ب 6، 6 توازي مع 6 كام؟ 3. 3 يليها 3 توالي مع بعض يبقى ب 6، يبقى ده 6 اوم. ايه ده؟ الستة تيارها 2، ال 12 دي بتوازيها، دي مقاومه ضعفها، يبقى التيار نصها. يعني لو 6 تيارها 2 يبقى ال 12 تيارها كام؟ 1 امبير. وهو عايز تيار ال 12 يا جماعه يبقى 1 امبير زي ما حضرتك شايف. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب. خلاص، يبقى الستة تيارها 1، يبقى 6 تيارها 1، يبقى التيار كله ب2 في الجنب ده، مش كلي التيار في الفرع ده. فاختزلنا يمين البطاريه لمقاومه واحده 6 كان تيارها 2، طب المقاومه دي بتوازيها وضعفها، يبقى التيار نصها ب1، وانا عايز اصلا تيار 12 اوم يبقى ب1 امبير. خلاص، ده سؤال 49. نشوف يا باشا السؤال اللي بعده رقم 50، هنتعامل معاه ازاي؟ لسان بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا يا شباب. هو بيقول لي ايه؟ بشكل مقابل يوضح دائره كهربائيه بسيطه. ماشي يا سيدي، عند غلق المفتاح كي قراءه الاميتر 5 امبير، ولما اوصل مقاومه 2 اوم توالي مع المقاومه ار، ده اهي قرايه الاميتر تبقى 4 امبير، فتكون قيمه المقاومه ار. ماشي، يبقى انا عندي حالتين. في الوضع الاولاني قرايه الاميتر ب5، ولما توصل مقاومه 2 اوم مع المقاومه دي توالي يبقى قرايه الاميتر ب4. طيب ايه الحاجه اللي ثابته؟ ما انا هعمل معادلتين، الفي باتري. فالفي باتري ثابته، يعني الفي بي في الاول عباره عن ايه؟ اي كله اللي هو ب5، والمقاومه كلها اللي هي بايه؟ بار. وبعد كده بقى في الحاله الجديده الفي بي ثابته، الاي بقى الجديد بكام؟ ب4، والمقاومه كلها الار بس حطيت معاها توالي 2. اذا كان في بي هو في بي، الايسر هو الايسر من المعادله، يبقى الايمن هو الايمن، يبقى ساووا بعض. يبقى 5 ار هتساوي فك القوس 4 ار زائد 4 في 2 8. 5 ار يجي لها 4 ار عكس الاشاره يتبقى ار، يبقى الار هتساوي كام يا جماعه؟ 8 اوم. يبقى دي الاجابه، قيمه الار بتساوي 8 اوم. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب زي ما احنا شايفين. يبقى عملت معادله اولى وعملت معادله ثانيه، وقلت ايسر بيساوي ايسر، يبقى ايمن بيساوي ايمن، وجبت الار لان دول معادلتين في المجهولين. ولو كنت طلبت منك قيمه الفي بي، امسك بقى الار وعوض عنها في اي معادله من المعادلتين دول، تقدر تجيب الفي باتري. يعني مثلا المعادله الاولى الفي بي بتساوي، مش انت بتقول 5 في ار وانت جايب الار بكام؟ ب 8، يبقى 5 في 8 بكام؟ ب 40 فولت. او عوض في المعادله الثانيه الفي بي بتساوي 4، الار ب 8 زائد 2، 8 و2 10، 10 في 4 يبقى بكام؟ ب 40 فولت. زي ما حضرتك شايف انا عملت معادلتين في مجهولين وقدرت ان انا احلهم مع بعض. وهنا عايز الار، طلعت معايا الار بكام؟ 8. ده سؤال رقم 50. طيب يلا يا باشا نشوف يا مديرنا سؤال 51. تعالى يا باشا. 51 بيقول لي في الدائره الكهربيه المقابله اللي حضرتك شايفها دي، لو قرايه الاميتر اي 1 بتساوي 0، وبتساوي 0 معناته النسبه بالمقاومه دي لدي بتساوي دي لدي، لان دي قنطره، فالاي 1 بالنسبه لي بصفر. تمام، فانه عند الفتح ما عملش اي حاجه، كانك وزير مغازيت، فبالتالي قراءه الاميتر 2 لا تتغير بالنسبه لي اهو. ما هو ده كده حضرتك سواء مقفول او مفتوح هو ملوش لازمه، فانت ما غيرتش حاجه من الدايره. فقرايه الاي 2 لو كان قاري رقم في البدايه، فهو حتى بعد ما تفتح او سواء بعد لو فاتح وقفلت برضه يفضل قرايته زي ما هو، لان هنا كده كده ما فيش كهرباء. خلاص، فانا لو انا قافل المقاومه المكافئه اصلا هي المقاومه المكافئه وانا فاتح، واخد بالك؟ طيب يلا بينا نشوف كده مع بعض السؤال اللي بعده رقم 52. تعالى باش نشوف 52. يلا مديني دايره كهربائيه، نشوف بقى مدير الكلام على ايه. تعالى باش بيقول لي ما قراءه الاميتر عندما يكون المفتاح مفتوح؟ باشا الاي كله هتساوي في كله على ار كله. الفي كله بكام؟ ب 12، وانا فاتح الفرع ده مش معايا، يبقى المقاومه كلها 10 توالي مع 30 يبقى 40، يبقى 12 على 40 ده التيار كله. طيب 12 على 40 هيدي حضرتك كام؟ 3 من 10،
يبقى 3 من 10 امبير، ده التيار كله، وفي نفس الوقت ده قرايه الاميتر، يبقى 3 من 10 امبير. تعالى بقى لما احنا ايه هنقفل يا باشا. طب لما احنا نقفل تعالى نجيب التيار كله. هتيجي تقول له يا مستر ما الاي كله بتساوي الفي كلها على ار كلها. الفي كلها ب 12، المقاومه كلها هيبقى الاثنين دول التوازي اللي هم 20 و30، يبقى ضربهم على مجموعهم 20 في 30 على 20 زائد 30 هيدي معاك 12، و12 تجمع عليها على 10 يبقى 22، دي المقاومه كلها. يبقى التيار كله الفولت ب 12 والمقاومه كلها 22، يديك التيار كله كام؟ 6 على 11 امبير. بس اصبر اصبر يا حبيب قلبي، انا مش عايز التيار كله، انا عايز قرايه الاميتر. انت دلوقتي عندك فرعين توازي، فرع 30 اوم والاميتر مع التوالي، يعني انا عايز تيار ال 30 وفرع تاني 20 اوم. انت كده يا باشا جبت التيار كله بكام يا باشا؟ ب 6 على ال 11 امبير. يا جماعه عايزين نوزع التيار كله عشان نحسب قرايه الاميتر اللي هي تيار المقاومه 30. اعملها ازاي يا باشا؟ انا عندي طريقه سهله جدا، اقسم الكل على مجموع الاجزاء ووزع بالعكس. بمعنى ايه؟ ده 30 20، يبقى هنقول ال 30 اوم تاخد 20 جزء وال 20 اوم تاخد 30 جزء. بمعنى ايه؟ اقسم التيار كله اللي هو 6 على 11، اقسم بقى ال 6 على 11 ده اللي هو التيار كله، اقسمه على كام؟ مجموع الاجزاء، ده 30 وده 20، يبقى اقسموا مجموعهم 20 و30 كام؟ 50. اللي طلع قيمه الجزء ال 30 دي تاخد كام جزء؟ 20 جزء، يبقى اضرب في كام؟ في 20 بس، يطلع 12 على 55 اللي هو 0 علامه 2 1 8 امبير. فين يا باشا الاجابه؟ يبقى 0 علامه 2 2 بالتقريب، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم د. يبقى تاني يا مدير احنا عملنا ايه؟ عندي التيار كله لقيت سكتين، واحده 20 وواحد 30، اقسم بقى كل على مجموع الاجزاء اللي هو 50، بس ادي ال 20 30 جزء وادي ال 30 كام؟ 20 جزء. لان لو نسب المقاومات 30 ل 20 يبقى نسب التيارات كام؟ 20 ل 30 زي ما حضرتك شايف. خلاص؟ ده سؤال 52. ممكن واحد كان يضرب ايه؟ التيار في المقاومه يجيب فولت المنطقه، ويبقى عنده الفولت على كل فرع من الفرعين التوازي، فيقسم الفولت على المقاومه يديك التيار، ما عنديش مشكله. فهو ممكن يجيب الفولت بتاع المجموعه التوازي، وهو بالتوازي هو فولت كل فرع من الفرعين دمت عشان توازي، فيقسم الفولت على المقاومه بتاعت الفرع يديك تيار الفرع. طيب تعالى يا باشا نشوف سؤال 53 بيقول لنا ايه. في السؤال 53 بيقول لك اي من اشكال بيانات آلية يمثل علاقه بين قراءه الاميتر والار في المقاومه المتغيره. في طالب مستعجل ما بيفكرش يجي يقول لك ايه ده عايز علاقه بين المقاومه وتيار عكسيه، نختار ب. طب اقول لك على حاجه غلط. غلط، اصبر بقى باشا. الاميتر ده فرع، الاميتر ده بيقرا فرع، والاي فرع بتساوي ايه؟ في فرع على ار فرع. حلو باشا، لما المقاومه دي تزيد او تقل المتغيره دي، فولت الفرع ماله ثابت لان هو فولت المصدر. يعني لو البطاريه 12 فولت يبقى الفولت على المقاومه دي 12، حتى لما المقاومه اللي تحت المتغيره زادت يبقى الفولت على الفرع ده برضه ب 12، فالفولت كونستنت ثابت. ومقاومه الفرع دي ما تتغيرش، قال لا فولت الفرع ثابت مقاومه الفرع ثابته، يبقى تيار الفرع ثابت. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم د. مهما المقاومه دي تزيد او تقل فولت الفرع ثابت، مقاومه الفرع ده ثابته، يبقى تيار الفرع ده ماله ثابت زي ما حضرتك شايف. ده سؤال 53. تعالى يا باشا السؤال اللي بعده رقم 54، يلا بينا نقراه مع بعض. هجيب قلبي نشوف بيتكلم عن ايه. اذا كانت قراءه الاميتر في الدائره المقابله 2 امبير، يا عم مصلحه يا باشا، مديني التيار في الدايره 2 امبير، فانا بقول له شكرا ماشي. حلو، انا عايز التيار كله وكمان في مقاومه على كلامه اسمها ار مجهوله، فهو عايزها. يا عم على عيني وعلى راسي، دي 3 تيارها 2. طب ما دي مقاومه ضعفها، يبقى التيار نصها، يبقى تيارها بكام؟ يبقى تيارها ب1 امبير. يبقى على حسبتك فرع 2 فرع 1 يبقى الامبير كله او التيار كله يا جماعه بكام؟ 3 امبير. يبقى التيار كله بكام يا باشا؟ ب 3 امبير. ترجع تاني، مش انت عندك الفولت كله والتيار كله؟ هات المقاومه كلها، يبقى الار كلها بتساوي الفولت كله على التيار كله. الفولت كله بكام؟ ب 12. التيار كله بكام؟ 3. 12 على 3 يبقى كام؟ 4 اوم. المقاومه كلها ب4. طيب والاربعه دي عباره عن ايه؟ الار زائد ضمت مكافئتهم 3 و6 توازي ب2. كام زائد 2 ب4؟ يبقى 2 زائد 2 ب4، يبقى الار هتساوي 2 اوم. يبقى الار المجهوله اللي هو عايزها كانت ب2 اوم، يعني الاجابه رقم ب. خلاص، ده سؤال 54. طيب يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده 55. تعالى يا باشا نشوف بيقول ايه. تعالى يا مدير للسؤال 55، بيقول لك في الدائره الكهربائيه الموضحه قراءه الاميتر، مديك اميتر وعايز قرايه الاميتر. انا بس عايز اقول لك على حاجه،
نلعبها بسرعه ونلعبها بعد كده للطالب العادي. المقاومتين 6 و3 دمت. اولا الاميتر ده توالي مع ال3 اوم، يعني قراءه الاميتر هو بيعبر عن اي بتاع ال3 اوم. هما المقاومتين اللي عند حضرتك دول التوالي ولا توازي؟ اوعى يالا تقول لي توالي بينهم تجاذب او تفرع، دول التوازي. طيب المقاومتين دول التوازي لانهم لامسين بعض من اهو يا باشا ولامسين بعض من الطرف التالي، فالمقاومتين دول التوازي مع بعض. حلو، انا عايز تيار الثلاثه. طب ما حضرتك الفولت على المقاومه دي هو الفولت على المقاومه دي هو فولت المصدر اللي هو ب6، يبقى الفولت اللي على 3 اوم ب6 وهي قيمتها 3، يبقى تيارها بكام؟ ب2 امبير يا سعاده الباشا. يبقى تيار المقاومه 3 اوم ب2 امبير، دي القرايه اللي عندي، يبقى الاجابه رقم ب. الطالب العادي بقى يقول لك ايه؟ نجيب التيار كله ونوزعه. الاي كله هتساوي الفولت كله يا باشا على المقاومه كلها. الفولت كله يا مدير بكام؟ ب6. المقاومه كلها حبيب قلبي 3 و6 دول متوازي مع بعض، وبعد تقول لي توالي لان بينهم تجاذب. 6 و3 توازي مع بعض ب2، يبقى 6 على 2 التيار كله بكام؟ 3 امبير، ده التيار كله. يرجع ال3 امبير يتجزأ كام وكام يا باشا؟ ال3 امبير هيلاقي قدامه هنا سكتين، واحده فيها 6 اوم وواحده فيها 3 اوم، دي مقاومه وضعفها، يبقى طلع من 3 رقم وضعفه يبقى 2 و1. المقاومه 6 دي كبيره يبقى تيارها صغير اللي هو 1، المقاومه 3 دي مقاومه اقل يبقى تيارها اكبر يبقى دي الاثنين، وانا عايز تيار الثلاثه اللي هو 2 امبير، يبقى الاجابه بالنسبه لي 2 امبير، يبقى الاجابه رقم ب. ده بالنسبه للسؤال رقم 55. طب يلا بينا يا مدير نشوف السؤال اللي بعده رقم 56. يلا بينا. وصلنا 3 مقاومات 6 3 1، تعال نكتبهم. الار 1 هتساوي 6 اوم، والار 2 بتساوي 3 اوم، والار 3 باشا بتساوي 1 اوم. وصلتهم بتوصيله معينه وكان التيار في كل مقاومه مدهولي، يعني اي 1 بتساوي 1 من 10 امبير، واي 2 بتساوي 2 من 10 امبير، واي 3 هتساوي 3 من 10 امبير. هو عايز يعرف توصيلتهم ازاي. استنى، مش انت عندك اي وار؟ هات الفولت على كل مقاومه. الفي اي في ار فاير، فيبقى الفي 1 هنجيبوه، والفي 2 هنجيبوه، والفي 3 هنجيبوه. 1 من 10 في 6 يبقى 6 من 10 فولت، 2 من 10 في 3 يبقى 6 من 10 فولت، 3 من 10 في 1 يبقى 3 من 10 فولت. اول مقاومتين دول مختلفين في القيمه وعليهم نفس الفولت يبقوا توازي، يبقى ال6 اوم وال3 اوم عليهم نفس الفولت وهم مختلفين في القيمه، طالما نفس الفولت وهم مختلفين في القيمه يبقى توازي، وهيبقى توالي مع المقاومه اللي فاضله اللي هي كام؟ اللي هي 1 اوم. حتى لو جيت تبص للتيارات، التيار اهو اللي هو 3 من 10 امبير، وال6 اوم تيارها 1 من 10 امبير، وال3 اوم تيارها 2 من 10 امبير. بس دي الدايره اللي عندي. تعالى بقى هات المقاومه المكافئه. هتيجي تقول لي مستر ال6 و3 توازي مع بعض يا باشا ب2، 2 يليها 1 يبقى المقاومه المكافئه ار كلها اللي هو عايزها بكام؟ 3 اوم. دي بالنسبه لي المقاومه المكافئه يا جماعه، يبقى 3 اوم، يبقى الاجابه رقم ج زي ما حضرتك شايف. خلاص، ده سؤال 56. نشوف يا باشا السؤال اللي بعده رقم 57. يلا بينا مدير. مديك دايره كهربيه عايز النسبه من ار 1 وار 2، ليتس جو يلا بينا. انا لقيت التيار كله ب5 والفرع اللي فوق 1، يبقى ده بكام؟ ب4 امبير. تعالى بقى، مش دول فرعين توازي؟ هو عايز النسبه من ار 1 وار 2، طالما فرعين توازي يبقى الفولت هو الفولت، يعني اي في ار فوق اهو، اي في ار هتساوي الاي في الار عشان فرعين توازي، يبقى 1 في ار 1 زائد ار 2 ده الفولت على الفرع اللي فوق، ده هتساوي الفولت على الفرع اللي تحت اللي هو اي في ار، يعني 4 في ار 2، يبقى ار 1 زائد ار 2 هتساوي 4 ار 2. من هنا بقى يبقى ار 1 هتساوي من هنا يبقى 4 ار 2 يجي لها ار 2 بعكس الاشاره يبقى 3 ار 2. انا عايز مين؟ انا عايز ار 1 على ار 2، ما ترجعش ليك فاضيه بقى، يبقى ار 1 على ار 2 هتساوي ار 1 على ار 2 ما ترجعش ليك فاضيه، يبقى 3 على 1، يبقى 3 على 1. يبقى بالنسبه اللي عندي كام يا باشا؟ 3 على 1، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب. يبقى دايما لما تلاقي فرعين توازي مبدا اشتغل عليه دايما ان الفولت متساوي، يعني اي في ار فوق فرع فوق هو الاي في الار فرع تحت، طالما فرعين على التوازي يبقى الفولت متساوي، يبقى اي في ار بتساوي الاي في الار، ده في حاله الايه؟ الفروع المتوصله على التوازي، ودي قابلتنا كتير وكمان هنقابلها كتير. يلا بينا السؤال اللي بعده 57، اللي بعده بقى 58 يا جماعه. تعالى باشا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تعالى باشا ما شاء الله. يلا بينا نشوف. عندي سلاسل موصلات اكس واي وزد من معدن واحد لهم نفس مساحه المقطع مختلفين في الطول زي ما هو موضح لك، وسرعه التوازي هو دفع 6 فولت زي ما انت شايف. كانت تيار ب 3 امبير، فنشوف تيار المره عند وصولهم على التوالي. بسم الله بسم الله، واحده واحده كده، واحده واحده. باشا الطول بيقل فنسمي المقاومه ار. طيب اصل بص على جنب كده، معلش افكرك عشان انت بتنسى. الار بتساوي ايه؟ رو اي ال على الاريا، كلهم نفس المعدن كلهم نفس المساحه، يبقى الار بيتناسب مع الايه؟ ال.
فلما ال كان بواحد قلت يبقى المقاومه بواحد. طب ال بواحد ونص يبقى المقاومه بواحد ونص، يبقى دي واحد ونص ار. طيب ودي بالنسبه لي 3 ال يبقى نسموها 3 ار. تعالى بقى الفرع اللي فوق فولته بكام؟ ب6. مع حبيب قلبي كلهم توازي يبقى نفس الفولت بتاع المصدر، تمام، لان مفيش مقاومات توالي ومفيش توزيع الفولت. الفولت هنا الفولت ب6 والتيار ب3 يبقى المقاومه ب2، يبقى المقاومه اللي انا فرضتها بار ب2، يبقى الار دي عباره عن كام؟ 2 او. والواحد ونص ار عباره عن واحد ونص في 2 يعني 2 في 3 على 2 يبقى 3 او. وال3 ار هيبقى 3 في 2 يبقى ب6 او. دي المقاومات اللي عندي. انت بتقول بقى ايه؟ هتوصلهم توالي وعايز الكهرباء. عندك مقاومه 2 اوم وعندك مقاومه 3 اوم وعندك كمان مقاومه 6 اوم، هتوصلهم توالي مع نفس البطاريه زي ما انت قلت اللي هي كام؟ 6 فولت. انت عايز بقى الار. طب ما هو الاي هيبقى فيه على الار 6 و3 9، 9 و2 11، يبقى الفولت ب6 والمقاومه ب11، يبقى التيار 6 على 11 امبير وشكرا على ذلك ده التيار. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ج زي ما حضرتك شايف 6 على 11 امبير. خلاص ده سؤال رقم 58 وسؤال حلو جدا. تعالى يا باشا السؤال اللي بعده رقم 59 نشوف بيقول لنا ايه. في الدائره المقابله اذا كان اي 1 واي 2، ادي اي 1 وادي اي 2، قال لها تيار الفرع هو تيار الفرع يبقى مقاومه الفرع هي مقاومه الفرع، يبقى المقاومه المكافئه في الفرع اللي فوق هي المقاومه المكافئه في الفرع اللي تحت. يبقى المفترض ار1 زائد ار2 هتساوي المقاومه اللي هنا اللي هي ار3. فك يا حبيبي قانون الار. ادي رو اي 1 والال ب 2 ال والاريا باريا زائد الار 2 ده هي عباره عن رو اي والطول ب ال والمساحه ب 2 اي هتساوي الار 3 اللي هي رو اي 3 ماشي في الطول ب 2 ال على المساحه هنا ب 2 اريا. حبيب قلبي طير اللي عايز يتطير يا مدير تعالى. ال والاي ال والاي و2 مع 2 يروح. طب يلا بقى يبقى اول واحده يبقى ده معناته 2 رو اي 1 2 رو اي 1 زائد رو اي 2 على 2 رو اي 2 على 2 هتساوي رو اي 3 رو اي 3. هل المعادله دي موجوده في الاختيارات؟ ان رو اي 3 2 رو اي 1 زائد نص رو اي 2 رقم ج بس. يبقى دي الاجابه الصحيحه رقم ج. يبقى الستارت والبدايه يا مدير كانت مهمه جدا بالنسبه لي. جيت قلت لك انا عندي ايه؟ عندي تيار الفرع ده بيماثل تيار الفرع ده، يبقى مقاومه الفرع اللي فوق هي مقاومه الفرع اللي تحت. مقاومه الفرع اللي فوق هو مجموع ار1 وار2 بيساوي مقاومه الفرع اللي تحت اللي هي مين يا جماعه؟ هي ار3. وبعد كده فكيت من القانون ار بتساوي رو اي ال اريا. خلاص ده 59. ننتقل مع بعض يا باشا للسؤال اللي بعده رقم 60. يلا يا باشا نشوف سؤال 60 كده بيقول لنا ايه. نسمي الله ما شاء الله. يلا سؤال 60 تعالى يا باشا. سؤال 60 بيقول لك ساق اكس واي زد. ادي اكس واي زد دي ساق ماشي منتصف المقطع طولها ال ومقاومتها الكهربيه متصله في دايره كهربيه كده بالشكل زي ما انت شايف. عند اي موضع يوضع الزالق كي يقرا الاميتر اكبر تيار. انا عايز الاميتر يقرا يا جماعه اكبر تيار. طب استنى بس ده اميتر كله ولا فرع؟ الموضوع بيفرق معايا. ده اميتر في فرع. اي فرع بتساوي في فرع على ار فرع. كده كده مقاومه الفرع ده اهو ثابته. انت عايز بقى فولت الفرع يكون، اصلا انا عايز تيار فرع كبير يبقى لازم فولت الفرع يكون كبير. طب عشان الفولت هنا كبير يبقى خلي المقاومه الخارجيه تبقى كبيره، خلي المقاومه اللي بره تبقى كبيره عشان تضمن الفولت اللي واصل هنا يبقى كبير، ففولت الفرع كبير فتيار الفرع كبير. طب عايز المقاومه كبيره احط الزالق بقى حبيب قلبي عند الموضع اكس. لو حطينا الزالق عند الموضع اكس هيبقى المقاومه دي يعني تعالى نفرضها مثلا ار توازي. بص لو حطينا الزالق عند الموضع اكس هيبقى سلك فاضي توازي مع المقاومه دي توازي مع المقاومه دي، فالاميتر هي صفر. يبقى انت كده حطيت سلك توازي مع مقاومه توازي مع مقاومه، فما حطوش عند اكس. لو حطيته عند واي يبقى نص المقاومه توازي مع سلك فاضي اتلغت ويتبقى نص المقاومه، فيبقى ار توازي مثلا مع نص ار، فيبقى ار توازي مع نص ار. طيب لو انا حطيت الزالق عند الموضع زد، ده لما احط طبعا الزالق عند الموضع مين؟ واي. طب لو حطيت الزالق عند الموضع زد، لو حطيت الزالق عند الموضع زد يبقى خلاص انا بالنسبه لي يبقى المقاومه دي كلها موجوده، يبقى ار توازي مع ار. احنا فرضنا ستاك مقاومته ار، يبقى ار توازي مع ار. مين اللي يديك اكبر مقاومه؟ ار توازي مع نص ار ولا ار توازي مع ار؟
ار توازي مع ار، لان هنا هيديك مقاومه مكافاه بنص ار، انما هنا اقل من نص ار، فالمقاومه مكافاه هنا بالنسبه لي هيبقى ار اكبر. فانا هنا هضمن ان المقاومه اللي بره كبيره فيوصل فولت كبير، فيبقى الفولت على الفرع كبير، فيبقى تيار الفرع كبير زي ما هو عايز، يبقى خلي الزالق عند الموضع مين؟ زد يا باشا. يبقى بالنسبه لي الاجابه رقم ج دي الاجابه الصحيحه. ده بالنسبه للسؤال رقم 60. تمام. فانت لازم تحدد، لو انت بتلعب على التيار كله يبقى دور ان المقاومه كلها تكون اقل ما يمكن. انا ما بلعبش على التيار كله، انا بلعب على تيار فرع، فمعتمد على فولت الفرع. عشان اضمن ان فولت الفرع ده يكون كبير يبقى المقاومه هنا تكون كبيره، يبقى حط مقاومه هنا ار، يعني خلي ده كله معاك في الحسبان اللي هو طول الساق ده، يبقى انقل الزالق عند الموضع زد عشان يبقى الساق ده كله معايا. طيب تعالى يا باشا نشوف السؤال اللي بعده رقم 61. بيقول لنا ايه؟ 61 جميل واحنا بنحلوه بطريقه اجمل. هو الراجل بيقول لك انا مديك اميترات ايه 1 و2 وعايز النسبه بين قرايه الاميتر يا جماعه الاولاني لقرايه الاميتر يا باشا الثاني. يلا بينا باشا. قبل ما نبدا كده المقاومات دي متوصله ايه؟ توازي. ولو مش مصدقني رقم، يعني نقط هتلاقي المقاومات دي كلها نفس الاطراف فيبقوا توازي. طب ما هو لو المقاومات توازي يبقى بيمر فيهم نفس الكهرباء. نفرض الكهرباء هنا مثلا باي، يبقى الكهرباء هنا باي، يبقى الكهرباء هنا برضه بايه؟ باي زي ما شايف. وعلى فرضك كده يبقى الكهرباء كام؟ 3 اي. ما هو اي واي واي ودول 3 توازي، يبقى الكهرباء كلها بكام؟ 3 اي. طب امشي بقى ورا الكهرباء بعد اذن سيادتك. لو 3 اي جه عند النقطه دي اتاكل فوق اي، يبقى هنا يمر ايه؟ يمر 2 اي. النقطه دي داخل لها 2 اي يتجزأ كده اي ويتجزأ كده اي. النقطه دي بيتجمع عندها اي واي، يخرج هنا كام؟ 2 اي. ولو كملت النقطه دي داخل لها 2 اي واي يطلع كام؟ 3 اي. انا عايز النسبه بقى بين ايه 1 ل 2 على فرضي، اصل دي نسب افرض زي ما انا عايز، ما حدش حاجه عندي. الاي 1 ب 2 اي حلو، والاي 2 حبيب قلبي ب 2 اي، يبقى النسبه بينهم كل عام وانتم بخير 1 الى 1. دي النسبه بين قرايه الاميتر الاولاني لقرايه الاميتر الثاني، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ج النسبه 1 الى 1. خلاص. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده رقم 62. عايز مننا ايه؟ يلا بينا مدير نشوف 62 شكله يخد حبيب قلبي على نفسه يابا، احنا جامدين جدا. يلا بينا نشوف 62. بسم الله. تصدق شكل الخض فعلا. يلا بينا واحده واحده. ما تيجي نبسط الشكل السيكه كده. الستة والستة والستة لامسين بعض من هنا ولامسين بعض من الاطراف الثانيه يبقوا توازي. 3 ستات توازي بكام؟ ب2. يبقى ممكن ابسط الشكل كده ان الثلاث ستات دول 2 او، ودي بالنسبه لي 2 او، ودي بالنسبه لي البطاريه. وفوق ما جيتش يمها مقاومه كده 6 اوم معاها توالي الاميتر الاولاني، وتحت كده مقاومه ما جيتش يمها 6 اوم. ماشي. فين الاميتر الثاني؟ هنرجع له دلوقتي، مش موجود على رسمتي بعد التبسيط. هات بس التيار كله وبعد كده نشوف اي كله هتساوي الفولت كله على المقاومه كلها. يا سيدي الفولت كله فولت المصدر، الراجل مدولك بكام؟ 4 فولت، يبقى الفولت كله يا جماعه بكام؟ 4 فولت. تعالى للمقاومه كلها، السته والسته دول التوازي مع بعض يا باشا، لامسين بعض من اهو ولامسين بعض من اهو. 6 و6 توازي بكام؟ 3. وبعد كده هيبقوا توالي مع الاربعه دول اللي هم 2 و2، يبقى 3 توالي مع 2 و2 يعني 3 توالي مع 4 يبقى 7. يبقى حضرتك يديك التيار كله بكام؟ 4 على 7 امبير، ده التيار كله. لو انا جيت بصيت التيار كله كام؟ زي ما احنا قلنا يا شباب التيار كله يا باشمهندس 4 على 7، ف4 على 7 امبير. هيجي عند النقطه دي هيلاقي 6 و6 توازي مع بعض الجزاء بالتساوي، يبقى هنا 2 على 7 امبير وهنا برضو 2 على 7 امبير. ماشي. ممكن تنقل الكلام ده لرسمتك الاساسيه ونمشي وراه. تعال احنا قلنا التيار كله بكام؟ 4. تعال نكبر بس رسمتنا كده حبيب قلبي ونرجع تاني لوضعنا. حلو حلو. تعال بس واحده 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 واحده. الدائره الكهربيه قدامنا كبيره ما شاء الله. احنا قلنا التيار كله بكام؟ قلنا التيار كله يا باشمهندس ب4 على 7 امبير. ماشي. قلنا هيجي هنا هيتجزأ فوق 6 اوم و6 اوم بيوازوا بعض، يبقى ايه؟ 2 على 7 امبير، وهنا برضو كده 2 على 7 امبير يا مساحي. لما تيجي تبص هنا بالنسبه لي طالع من موجب 4 على 7، يبقى هنا برضو اللي هيخش للسالب 4 على 7، يبقى هنا 4 على 7 امبير. يبقى المفروض الثلاث مقاومات دمت مجموع تياراتهم كام؟ 4 على 7 امبير. يعني المفروض التيار دي وتيار دي وتيار دي يطلع التيار كله 4 على 7. طب دمت الثلاث مقاومات متماثله، يبقى كل واحده تبقى كام؟ 4 على 7 على 3. يعني لما تقسم 4 على 7 على 3 يبقى 4 على 21. فده 4 على 21 امبير، وده برضو 4 على 21 امبير، وده برضو 4 على 21 امبير. تمام.
تعال نكمل رحلتنا عند كل نقطه. النقطه دي مثلا داخل لها 2 على 7 والتاكل هنا 4 على 21، يبقى فاضل الباقي. يبقى 2 على 7 ناقص اللي التاكل اللي هو 4 على 27، قلنا 4 على 21 هيتبقى 2 على 21، يبقى ده 2 على 21 امبير. طب ما نفس الكلام هنا داخل النقطه دي 2 على 7 اتاكل 4 على 21، يبقى يتبقى هنا فرقهم 2 على 7 ناقص 4 على 21، يتبقى 2 على 21 امبير. النقطه دي بقى يتجمع عندها 2 على 21 و2 على 21 يطلع فعلا 4 على 21، يبقى انا جبت كل حاجه ممكنه، جبت التيار في كل حته بدايه. انا عايز نسبه A1 على A2 هتساوي، تعالى يا باشا، A1 2 على 7 امبير اهو، 2 على 7 ماشي، والA2 4 على 21، 4 على 21. تعالى نجيب كده النسبه 2 على 7 يعني 2 في 21 على 4 في 7 اسمتهم يعني بص مش هدخلك في القصص، المقام بسط اقسمها زي ما هي، هيطلع 3 على الاثنين. دي النسبه بين قرايه الاميتر الاولاني لقرايه الاميتر الثاني. اعتقد هو عايز الاول على الثاني مش كده؟ طلعت 3 على 2. تعال نشوف مع بعض هو عايز ايه يا باشا. هو عايز الاول للثاني، يبقى طلعت معانا النسبه كم؟ 3 على 2. يبقى دي الاجابه يا جماعه اللي هي كام يا باشا؟ اللي هي 3 على الاثنين. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم د زي ما سيادتك شايفه، زي ما حضرتك شايف. خلاص، ده بالنسبه للسؤال رقم 62. تعالى يا باشا نتعرف مع بعض على السؤال اللي بعده رقم 63. يلا بينا يا مدير نقرا مع بعض واحده واحده يا باشا ونشوف السؤال 63 بيقول لي. يلا بينا. بيقول لك ايه؟ في الدائره المقابله لما ازود المقاومه المتغيره، هو هيزود الريوستات، تمام؟ عايز يعرف قرايه الاميتر. طب هتركز لي يا باشا، هتركز لي يا باشا. الفولت بيتوزع اولا الاميتر ده موجود في فرع، واي فرع هنقول مرارا وتكرارا عشان انا عارف الطلبه الساذجين اللي بيتعامل دايما بالتيار كله ده موجود في فرع. الاي فرع يا جماعه عباره عن في فرع على ايه يا باشا؟ على ار فرع. مقاومه الفرع بالنسبه لي ثابته مش هتتغير. تعالى بقى الفولت، هو الفولت هنا بيتوزع، طبعا الفولت كله بيتوزع على منطقتين، ادي منطقه ودي منطقه لانهم بيوالوا بعض. لما تزود الريوستات مقاومه المنطقه دي هتزيد. الريوستات دي لما تزيد يبقى المقاومه هنا ايه؟ هتزيد. المقاومه لما تزيد يبقى الفولت اللي هيوصل هنا من التوزيع هيزيد. طب ما الفولت هنا زاد يبقى الفولت على الفرع ده زاد، وطالما الفولت على الفرع زاد مع ثبات مقاومه الفرع يبقى تيار الفرع زاد، يبقى قرايه الاميتر بالنسبه لي تزداد. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ايه يا جماعه؟ رقم 1000. يبقى تاني يا باشا حضرتك لما تيجي تبص مقاومه الفرع ثابته، استنى بقى الفولت كله بيتوزع على منطقتين توالي، ادي منطقه ودي منطقه. المقاومه المنطقه دي لما تزيد يبقى نصيبها من الفولت في التوزيع ايه؟ يزيد. اذا الفولت على الفرع زاد مع ثبات مقاومه الفرع يبقى تيار الفرع ماله؟ يزيد. خلاص، ده بالنسبه لسؤال 63. نشوف مع بعض حبيب قلبي السؤال اللي بعده رقم 64. يلا بينا يا جماعه نشوف 64 بيقول لنا ايه. بسم الله. الشكل المقابل وضع احساس مقاومات زد واي اكس يا باشا متصل على التوازي نسبه الكهرباء. طب اسمعني كده، بص احنا ممكن نلعبها بذكاء على حسب الاختيارات هنشوف. المقاومه دي تلت دي، يبقى التيار ده 3 ده. تاني، المقاومه دي تلت دي، يبقى التيار 3 تيار. يبقى دور على اختياري يقول لك ان تيار الاكس 3 تيار الزد، تيار الاكس 3 تيار الزد، تيار الاكس 3 تيار الزد. هو ده من هنا، ده 3 ده تمشي، ده 3 ده تمشي، ده ضعف ده مرفوض، ده تلت ده مرفوض. يبقى انا يا دي يا دي. طيب في نفس الوقت المفترض ان المقاومه دي نص دي، يبقى حضرتك التيار الاكس ضعف تيار الواي، يبقى دور على تيار الاكس ضعف الواي. ده ضعف ده مظبوط، ده مش ضعف ده، فدي مرفوضه يبقى الاجابه الف. فلما تيجي تبص تيار الاكس ضعف الواي وتيار الاكس 3 تيار الزد، يبقى احنا شغالين صح. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم الف. خلاص، ده بالنسبه لسؤال 64. طب تعالى يا باشا نشوف السؤال اللي بعده رقم 65. ما شاء الله، يلا بينا نمرين. أي من الأشكال البيانية الآتية أو التالية يمثل علاقة بين قراية الأميتر A1 وقراءة الأميتر A2 عند تغير المقاومة R في الدائرة الكهربائية؟ عايز العلاقة بين قراية الأميتر الأولاني والتالي. ثانية واحدة، مش دي مقاومة وضعفها؟ يعني لو التيار ب 3 اي يتجزأ ازاي؟ المقاومة دي الصغيرة يتجزأ 2 1، والمقاومة دي صغيرة تيار كبير يبقى ده 2، والمقاومة دي أكبر تيار أصغر يبقى ده ايه؟ 1. يبقى المفترض ان نسبة هنا في الدايرة اللي مديها لي A1 على A2 وبناء على أرقام
يبقى ايه 1 على 2 كام يا جماعه؟ 3 الى 2. يبقى دور على رسمه فيها 3 مربعات من الاولاني مربعين من الثاني، او النسبه يعني 3 ل 2. طب احنا هندور على رسمه فيها نسبه ايه 1 ل 2 3 ل 2، يعني 3 مربعات مربعين وهكذا. تعال نبص، ده الاولاني لو هنقول ده 1 ده 2 ده 3، ادي 1 ادي 2 ادي 3. ولو هنقول ادي الزيرو وادي الواحد وادي الاثنين، يبقى هنا 3 مربعات من الاميتر الاولاني يقابلني مربعين اهو من القرايه الثانيه، يبقى ده التمثيل الصحيح. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم الف. يبقى النسبه 3 ل 2 يعني 1 2 3، يبقى المفروض يقابل 2 فعلا لما تطلع كده من الصادي هيقابل 1 2، يبقى احنا شغالين صح. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم الف. ده بالنسبه للسؤال 65. طيب يلا بينا يا جماعه نشوف السؤال اللي بعده رقم 66 بيحكي عن ايه. يلا بينا مدير. انا شايف مقاومات توالي، والتوالي واضح جدا مش هيبقى فيه اي كلام في السؤال. تعال نشوف الشكل الموضح او الشكل المقابل يا باشا يوضح 3 مقاومات اكس وواي وزد متصله على التوالي، فان نسب فرق جهد يا باشا، نسب فرق جهد هي نسب المقاومات، نسب فرق جهد هي نسب المقاومات. يعني زد واي اكس كانت 3 2 1، يبقى برضه على الترتيب كده نسب المقاومات او فروق الجهود يبقى 3 2 1 يا باشا. يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ايه؟ رقم د. يبقى في التوصيل على التوالي يا باشا التيار ثابت، يعني بص كده الفي بتساوي الاي في الار، التيار ثابت في التوصيل على التوالي، فيبقى نسب المقاومات هي نسب فروق الجهود. فاذا كان نسب المقاومات 3 ل 2 و1 يبقى نسب فروق الجهود 3 ل 2 و1 نفس النسب يا باشا. خلاص ده بالنسبه للتوصيل على التوالي، نسب المقاومات او نسب فروق الجهود هي نسب المقاومات بشكل طردي. طيب تعالى يا باشا سؤال 67 يلا بينا. في الدائره الكهربائيه المقابله 3 مقاومات متصله مع مصدر كهربي، تمام. قال لك لما اقفل ايه اللي يحصل لتيار الار ده اهو وتيار الكيو؟ هتركز يابا، وعشان انا هنجز في المنجز وهجيب من الاخر فاصحى. الفولت يا مستر بيتوزع على منطقتين حبيب قلبي. لما تقفل ضفنا فرع توازي، مقاومه المنطقه دي قلت، نصيبها من الفولت قل، يبقى الفولت على الفرع ده قل، يبقى تيار الفرع قل، يبقى تيار الكيو قل. الفولت في المنطقه دي قلت، يبقى الفولت على المقاومه دي زادت، وطالما الفولت على المقاومه زاد مع ثبات قيمتها يبقى تيارها زاد. يبقى تيار الار يزيد وتيار الكيو يقل، يبقى يزيد يقل، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ج. يبقى تاني الفولت بيتوزع بنسب المقاومات، لما نقفل مقاومه المنطقه دي قلت نصيبها من الفولت يقل، الفولت على الكيو قل يبقى تياره قل. طب الفولت هنا قل على حساب الفولت على المقاومه دي زادت، طالما الفولت على المقاومه زاد يبقى تيارها زاد. خلاص ده بالنسبه لسؤال 67. يلا بينا 68 نشوف كده. 68 الكلام على ايه؟ نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشوف التعامل هيتم ازاي. يلا بينا. في الدائره الكهربائيه المقابله اذا كانت المقاومات متماثله ماذا يحدث لقراءه الميتر لما نقفل مفتاح كي 1 فقط، لما نقفل مفتاح كي 2 فقط؟ طب بقول لك ايه، الغي كده كي 2 بس عشان ايه؟ ما يزولكش، لان انا عارفك اقل حاجه حبيب قلبي بتزولك يا حبيبي، انا حافظك يا بابا. احذف ده كانه مش موجود في السؤال. تمام. شايف الدايره دلوقتي؟ طبعا انا مستر شايفها بس اهو. يا عم انت ما شلتهاش ليه؟ اهو يا عم اهو شايف الدايره دلوقتي؟ هو بيقول لي المقاومات دي متماثله، يعني المقاومات دي ايه؟ نفس القيمه، يعني لو ده ار تبقى ده ار تبقى ده ار تبقى ده ار. حلو. لما نقفل المفتاح المقاومه دي جت زي ما جاتش، وجودها زي عدمها، مش هغير حاجه في الدايره، فيفضل قرايه الاميتر ثابته لا تتغير، فده مرفوض وده بالنسبه لي مرفوض. ليه يا مستر؟ القنطره يا بابا ار على ار بتساوي ار على ار، في المقاومه دي ملغيه، فسواء انت فاتح المفتاح هي ملغيه، حتى لما تقفل المفتاح هي ملغيه، فوجودها زي عدمها ما غيرتش حاجه من الدايره، فقرايه الاميتر يفضل ايه؟ ثابت. خلاص ده بالنسبه لما انا عملت ايه؟ قفلت المفتاح كي 1 فقط. طب تعالى نشيل كي 2 من حسابات، تعالى نشيل كي 1 من حساباتنا ونقفل كي 2. شايف الدايره دلوقتي اهي. تعالى اولا الاميتر ده بيقرا تيار كله، فمعتمد على المقاومه كلها يا جماعه، فولت كله ثابت. لما نقفل المفتاح ده يبقى انا ضفت فرع توازي مع المقاومه دي، فالمقاومه قيمتها قلت، فالمقاومه كلها قلت، فالتيار كله زاد، وده بيقرا التيار كله فيزداد. يبقى لا تتغير تزداد، يبقى الاجابه عندنا ايه؟ رقم ج. يبقى لما نقفل ك2 ضفنا مقاومه توازي مع المقاومه دي، فادى الى ان المقاومه المكافئه تقل لان وصلت توازي. اذا لما المقاومه كلها باشت الا باشا، يبقى التيار كله مدير ايه؟ يزيد، اللي هو قرايه الاميتر ده. طيب تعالى نشوف 69 يا مدير عايز مننا ايه؟ تعالى سؤال 69 نسمي الله. ركز معايا، بيقول لي ايه؟ يمر تيار شدته 3 ملي امبير في سلك اي بي. اهو عندي سلك اهو يا باشا، السلك ده بيمر فيه ايه؟ 3 ملي امبير مش يا مدير. وصل مع التوازي سلك اخر من نفس الماده وله نفس الطول.
ولكن قطره 3 امثال قطر السلك، يعني ده بالنسبه لي اسمك، القطر اكبر، ماشي يا سيدي خلاص. فشلنا شيء التيار الكلي اللازم امراره لكي يظل فرق الجهد بين طرفي السلك ثابت. التيار كله يبقى بكام عشان الفولت يفضل ثابت ما يتغيرش؟ طب تعالى كده، لما تيجي تبص قارن بين السلكين دمت، هما يختلفوا في الايه؟ القطر. القطر 3 امثال القطر، يبقى نص القطر 3 نص القطر. ما هو نسب الاقطار هي نسب انصاف الاقطار، فالقطر لو 3 القطر يبقى نص القطر 3 نص القطر، يبقى المساحه 9 المساحه، يبقى المساحه 9 المساحه. ما هو حبيب قلبي المساحه مع مربع نص قطر، لو نص قطر 3 نص قطر يبقى المساحه 9 المساحه، يبقى التيار هنا 9 التيار. لو التيار هنا 3 يبقى التيار هنا، ما التيار والمساحه بيحبوا بعض، طالما المساحه 9 المساحه يبقى التيار 9 التيار، التيار هنا ب3 يبقى التيار هنا 9 امثاله، 9 في 3 بكام؟ 27، يبقى ده 27 ملي امبير. يبقى كده هو عايز التيار كله على حساباتنا كده هيبقى كام؟ هيبقى 3 و27 يبقى 30 ملي امبير يا سعاده الباشا. يبقى الاجابه حضرتك رقم ج. يبقى حبيب قلبي في حاجات مش محتاجه، القطر 3 القطر يبقى نص قطر 3 نص قطر يبقى المساحه 9 المساحه، يبقى التيار 9 التيار، ده 3 يبقى ده 9 امثاله، 9 في 3 27، الكل بالنسبه لي 30 ملي، 30 ملي يعني 3 في 10 سالب 3 يبقى 3% امبير. ده اجابه السؤال رقم 69. يلا بينا ننتقل وننطلق مع بعض يا باشا للسؤال رقم 70. يا عم 70 تعالى يا باشا نشوف 70، اعتقد هيبقى نفس الفكره ونفس القصه. تعالى يا مدير، سلكان ايه وبي لهما نفس الطول ونفس الماده، ريح واستريح، مساحه مقطع ايه ضعف مساحه مقطع بي، يبقى التيار ضعف التيار، وصلها معانا على التوازي، ماشي. يبقى نقول ده سلك اولاني وده سلك تاني، تمام. وصلتهم ايه يا حبيب قلبي؟ وصلتهم توازي اهو يا عم، ما تزعلش نفسك. جيت قلت لي ليهم بنفس الماده ونفس الطول، بس مساحه الايه ضعف مساحه البي، يبقى تيار المساحه والتيار اخوات، يبقى التيار هنا ضعف التيار تحت، يبقى ده لو 2 اي يبقى ده بالنسبه لي اي. هنشوف دلوقتي بس هو عايز ايه. وصلها معانا على التوازي في دائره كهربيه، وعند غلق الدائره كان شد التيار المر في الدائره 3 امبير، يعني التيار هنا 3 امبير، 3 امبير يطلع منه رقم وضعفه يبقى 2 و1 يبقى فوق 2 امبير، وهنا بالنسبه لي كام يا جماعه؟ 1 امبير. انا بمشي ورا الكلام اللي هو بيقول. قال لي فانا شد التيار المر في كل منهما، خلاص انا حليتها 2 و1 يا حبيب قلبي على الترتيب، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم الف. طبعا سؤال ما فيهوش ادنى مشكله، مساحه ضعف مساحه يبقى تيار ضعف تيار، خلصت. يبقى لو 3 امبير يبقى 2 و1 خلاص. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده رقم 71. 71 نقراه مع بعض، اعتقد برضه هيبقى في نفس نقاش ونطاق السؤال اللي قبليه. فتعالى نشوف كده، دايره كهربائيه تتكون من مصدر كهربي مستمر بطاريه يعني يا جماعه مهمله المقاومه الداخليه، وسلك رفيع يمر به تيار 8 ملي امبير. عندي سلك كده رفيع بيمر فيه كام؟ 8 ملي امبير، ماشي يا سيدي. فاذا وصل على التوازي مع هذا سلك اخر ليه نفس الطول ومن نفس المعدن، لا على المساحه يعني، ماشي، فمن نفس المعدن في نفس الدايره مع البطاريه، فمر تيار شدته 10 ملي امبير. فاذا وصل على التوازي مع هذا السلك سلك تاني لنفس الطول ومن نفس المعدن في نفس الدايره، في نفس الدايره مر بها، يعني ده عايد على الدايره مر بها تيار 10 ملي امبير، يعني التيار اهو 10 ملي امبير. يبقى على حساباتي يبقى التيار في السلك ده هو كام؟ 10 8 يبقى ده 2 ملي امبير. عايز النسبه بين الاقطار، حبيب قلبي انا هجيبها كده فبراحتك. لما تيجي تبص ده كان الاول صح وده الثاني، انا هجيبها بالمنطق. انا مش لازم بقى كل حاجه اقعد اكتب قوانين كتيره بقى. مش مستاهله يا بابا، نجرب مع بعض. التيار 4 التيار يبقى المساحه 4 المساحه، يبقى نص القطر ضعف نص القطر، يبقى نسبه R1 لR2 R1 لR2 هيبقى 2 ل1 اهو، 2 ل1 يبقى الاجابه ايه؟ رقم ج. يبقى تاني التيار 4 التيار، المساحه 4 المساحه، يبقى نص القطر ضعف نص القطر. خلاص ده سؤال 71. نشوف يا باشا السؤال اللي بعده رقم 72. رجعنا تاني للدوائر الكهربيه، اهلا وسهلا بيك، يلا بينا نتعامل. في الدائره الموضحه بالشكل قرايه الاميتر عايز يعرف قد ايه من التيار كله، يعني المفروض التيار كله باي وعايز يعرف الاميتر قد ايه من التيار كله. طيب التيار كله اي، هيجي عند النقطه دي اللي هو الاي هيلاقي قدامه كام سكه؟ سكتين، هيبص زي الفار فوق وتحت كده، فيلاقي سكتين. السكه اللي فوق 12، اوعى لا تقول لي السكه اللي تحت 3، يالا انا باخدها بطولها.
السكه اللي فوق 12 انت شايفها، والسكه اللي تحت باخدها بطولها يبقى 3 و9 حوالي 12. طب ما انت يا مدير انت عندك سكتين زي بعض 12 و12، يبقى يتجزأ علينا التيار بالتساوي، يبقى فوق نص اي وتحت بالنسبه لي نص اي، يبقى قرايه الاميتر يا جماعه نص اي اللي هي اي على 2، يبقى الاجابه رقم ب. فانا باخد الفرع بطوله 3 توالي مع 9، يبقى الفرع تحت مقاومه 12، الفرع اللي فوق 12، التيار يتجزأ بالايه؟ بالتساوي. خلاص؟ يبقى نص اي ونص اي. ده سؤال 72. ننتقل يا مدير للسؤال اللي بعده رقم 73 ما قلناش في اللغه العربيه. 73 مديني برضو دايره كهربائيه، تعال نشوف يا باشا يقول لي ايه. في شكل مقابل اذا كان شيء التيار المر في المقاومه ار1 يا 2 امبير. فين ار1 يا باشا؟ 2 امبير. ايه ده بليز ويت من فضلك انتظر. المقاومه دي ضعف دي، يبقى التيار نص التيار، يعني لو هنا 2 يبقى هنا 1، يبقى التيار كله 3 امبير. حلو. مقاومه ضعف مقاومه، تيار نص تيار، ده 2 ده نص بواحد. انا عايز المقاومه كلها، بيقولوا ار كلها، الفي كله على الاي كله، الفولت كله موجود على الدايره ب 12، والتيار كله جايبه بكام يا جماعه؟ ب3. 12 على 3 يبقى المقاومه كلها ب 4 اوم، يبقى المقاومه كلها يا شباب بكام؟ ب 4 اوم، يبقى الاجابه بالنسبه لي رقم ب زي ما حضرتك شايف كده. خلاص؟ ده سؤال رقم 73. السؤال اللي بعده رقم 74. تعالى كده يا باشا. بيقول لي ايه؟ عايز قرايه الاميتر في الدايره اللي حضرتك شايفها دي يا مدير. حبيب قلبي، الاميتر المثالي اللي مش بكتب لك عليه بيانات، يعني ده مثالي، ده عباره عن سلك عديم المقاومه، لان الاميتر المثالي مقاومته مهمله، يعني عباره عن سلك فاضي. ايه ده؟ يعني ده سلك فاضي توازي مع 2 اوم يلغيها، سلك فاضي توازي مع 2 اوم يلغيها. حلو. يعني الاميتر ده بيقرا تيار كله كده، التيار يمشي كده يتسحب في ده مسار الكهرباء مسحوب في الاميتر اللي هو سلك فاضي. التيار كله، الفولت كله على المقاومه كلها، الفولت كله ب 12، والمقاومه كلها مدير 3 و2 توالي يديك 5 باشا، فيش غيرهم. 12 على 5 باشا يبقى 2 و4 امبير. دي قرايه الاميتر. يبقى التركه اللي في السؤال لما تلاقي اميتر توازي مع مقاومه 5 اوم، وده تيار جاي، ده سلك فاضي توازي مع مقاومه تلغى المقاومه ويمر التيار بهذا الشكل، لان الاميتر في حالته المثاليه سلك فاضي، انما الفولتميتر سلك مقطوع. فدايما لما تلاقي الاميتر اعتبره سلك كده، لما تلاقي الفولتميتر اعتبره كده بس. خلاص؟ ده سؤال 74. يلا يا جماعه. السؤال اللي بعده 75. في الدائرة الموضحة يكون التيار المر خلال البطارية أقل قيمة. التيار أقل قيمة، يبقى بدور على إن المقاومة المكافأة تكون أكبر قيمة. شوف هتقفل أنهي مفتاح يديك مقاومة كلية أكبر ما يمكن. هو أنا المقاومات كلها كم؟ 3 مقاومات ار وار وار. أكبر مقاومة ممكن أخدها منهم 3 ار. أنت عايز أكبر مقاومة 3 ار. اقفل انهي مفتاح عشان احصل على ال3 ار؟ لو قفلنا المفتاح الاولاني التيار يمشي كده يبقى 2 ار، ولو قفلنا المفتاح الرابع يمشي كده يبقى ار، ولو قفلنا المفتاح الثالث يبقى 2 ار، لو قفلنا الثاني يطلع الكهرباء كده كده، ادي مرت في قرايه وادي كمان قرايه وادي كمان، يبقى 3 ار. يبقى نقفل المفتاح الثاني، يبقى لما اقفل المفتاح الثاني يبقى اكبر مقاومه مكافاه، فبالتالي اقل تيار، وهو عايز اقل تيار. خلاص؟ يبقى اقفل المفتاح الثاني يا باشا زي ما سيادتك شايف. فاقل تيار يوازي اكبر مقاومه مكافاه للدائره. 76. يلا نشوف. في الدائره الكهربائيه المقابله عايز النسبه بين ار1 وار2. حبيب قلبي، التيار كله باي مسحوب هنا تلت اي، يبقى اي لما يتسحب تلت يبقى تلتين، يبقى هنا تلتين اي. باشا فرعين توازي يبقى الفولت متساوي. باشا فرعين توازي يبقى الفولت متساوي. فالفرعين دمت توازي مع بعض يبقى الفولت عليهم متساوي يا مستر. ايوه، يعني حصل ضرب الاي في الار هتساوي الاي في الار لكلا الفرعين. التيار هنا بكم؟ تلتين اي، والمقاومه جمع ار1 وار1
يبقى 2 ار واحد، ده اي ار فرع فوق. طب التيار تحت بتلت اي ضرب المقاومه اللي هي ار 2 وار 2 توازي، يعني نص ار 2. يلا يا باشا نطير اللي عايز يتطير ونجيب من الاخر. اعتقد الثلاثه دي تروح مع الثلاثه دي، ايه يا باشا الاي روح مع الاي، ويبقى 2 في 2 ب 4 ار واحد، وده هتساوي نص ار 2. ترجعش ايديك فاضيه بقى، انا عايز ار واحد على ار 2. ار واحد على ار 2 ما ترجعش ايديك فاضيه، يبقى نص على 4. نص على 4 كام يا حبيب قلبي؟ 1 على 8 بس. يبقى النسبه بين ار واحد لار 2 يا جماعه كام؟ 1 ل 8. فين 1 ل 8؟ يبقى الاجابه رقم ج. خلاص. يبقى يا باشا يا مدير، اول ما تلاقي فرعين توازي قلبي بيدق من الفرحه، فولتات متساويه، يبقى اي في ار هو اي في ار، ده المفتاح الاساسي. تيار فرع مقاومه فرع تساوي تيار فرع مقاومه فرع لما يكون الفرعين اللي عندي متوصلين على التوازي. يلا بينا يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. باشا رقم كام يا مدير؟ رقم 77. تعال نشوف 77 بيكلمنا في ايه. تعال نشوف 77 عايز مننا ايه. باشا فولتميتر اولاني فولتميتر تاني دايره كهربيه، عايز النسبه بالفولتميتر الاولاني التاني. طب واحده واحده باشا، اصل في واحد يقول لك الفولتميتر الاولاني على ار والتاني على ار، يبقى النسبه 1 لواحد. لا اصبر، اصبر يا باشا، اصبر يا مدير. لو هتقول ار وار فهم مش نفس التيار، لانهم مش توازي مع بعض. انت لو جيت بسطت سيكا، ادي البطاريه وادي مقاومه ار، ار وار دول لامسين بعض من هنا لامسين بعض من هنا، يبقى دول التوازي. ار وار توازي، نص النص يا باشا يبقى نص ار. ايوه توالي، مقاومتين دول توالي، المقاومه دي ضعف دي، يبقى الفولت ده ضعف ده، فالفي واحد متركب هنا والفي 2 متركب هنا. ده لو قاري 2 في، ده هيقرا في، يبقى النسبه بين في 1 لفي 2 2 لواحد يا باشا، يبقى الاجابه رقم ج. يبقى المنطقه دي ار ودي نص ار توالي مع بعض. ابدا نسب بقى الفولتات بنسب المقاومات. نسب المقاومات 2 لواحد، يبقى الفولتات 2 لواحد، يبقى في 1 لفي 2 يبقى 2 لواحد. خلي بال سيادتك، لو كانت مقاومه كده وبطاريه كده ومقاومه كده وكمان مقاومه كده، مهما كان قيم هذه المقاومات متماثله غير متماثله الا انهم متصلين على التوازي، كان هيبقى الفولتات متساويه. فانا هنا كانوا توالي، يعني كان دمت الاثنين دمت توالي، فنسبنا بين المقاومات والفولتات، او الفولتات والمقاومات، مقاومه ضعف مقاومه يبقى فولت ضعف فولت. خلاص. انما لو كان توازي مهما اختلفت القيم في توصيل على التوازي، الفولتات مالها؟ الفولتات ثابته. يعني لو اديتك هنا في واحد واديتك هنا في 2، كنا هنجاوب ان في 1 على في 2 بتساوي كام؟ 1 لواحد، ما ايا كانت قيمه المقاومات دي، لان ده توصيل توازي الفولتات ثابته. زي توصيل توالي التيار ثابت مهما كان قيم المقاومات. بسم الله بسم الله، عندنا طلعه عندنا طلعه عندنا طلعه. يلا نبدا نحل مع بعض ونشوف سؤال 78. مديني دايره كهربيه وبيقول لي ايه اللي هتشوفه على ايه 1 وايه 2 لما نقفل كي 1 فقط، لما نقفل كي 2 فقط، لما نقفل كي 3 فقط. طب لما نشيل المفاتيح الثانيه عشان ما يزولكش، عشان نتعامل واحده واحده كده بالراحه. كي 2 كده ملوش لازمه دلوقتي، احنا بنحل في المطلوب الاولاني. وكي 3 كمان ملوش لازمه. يعني الدايره الكهربيه عندك اهي. يا ترى لما اقفل كي 1 هيحصل ايه لقرايه الاميتر الثاني والاول؟ واضح ان هم توالي مع بعض، يبقى هيحصل لهم نفس الحاجه، يعني واضح جدا من الرسم. فتعال نشوف. التيار في الاول ماشي كده، مقاومه الدايره بايه؟ ب 2 ار، لو دي ار وار. لما تقفل يا فرحتي، المقاومه اللي انت ضايفها اصلا هتخش تبقى توازي مع سلك فاضي، فبرضه مسار الكهرباء زي ما هو.
يبقى المقاومه زي ما هي ب 2 ار، فالتيارات زي ما هي، يبقى لا يتغير لا يتغير، يعني الاجابه رقم ج. خلاص. الفقره الاولى. تعالى نمسح ونرسم لك الفقره الثانيه لما اقفل كي 2 فقط. فانا بقول لما اقفل كي 2 فقط، يعني ده معناته شيل كده كي 1 خالص، مش عايزينه من قلب السؤال. ادي كي 1 هيتشال بالمقاومه اللي توالي معاها اهو، وشيل كي 3. دي دايرتي عشان الامور تبقى واضحه. دي الدايره. احنا هنقفل كي 2 بس. يلا، الكهرباء ماشيه ازاي؟ ار وار 2 ار. قفلنا. سلك فاضي توازي مع المقاومه دي ما يمرش فيها كهرباء، يبقى الايه واحد ينعدم. وده توالي مع البطاريه فبيقرا تيار كله. مش انت في مقاومه كنسلتها، مقاومه كلها قلت، يبقى التيار كله زاد. يعني ايه واحد هينعدم لانه مش هيمر في المقاومه دي تيار لتوازيها مع السلك الفاضي، وايه 2 هيزداد لنقصان المقاومه كلها، يبقى ينعدم يزداد. فين يا عم؟ اهي بس الاجابه رقم ده. طب يلا نخش على الفقره اللي بعديها رقم 3. نمسح لك برضه ونرجع السؤال لوضعه تاني يا مدير. تعالى يا باشا نرجع السؤال لوضعه. ادي وضع السؤال. المره دي هنقفل كي 3 بس. يبقى انت مش لازمك كي 1 نشيله كده من حساباتنا عشان ما يلخفنكش، وكي 2 برضه نشيله من حساباتنا عشان ما يلخفنكش. يلا. بسم الله. الاي 1 توالي مع المصدر فبيقرا تيار كله، والاي 2 موجود في فرع فبيقرا تيار فرع. ودي لقطه مهمه جدا، لان انت كطالب لازم تميز ما بين حاجتين: تيار كله وتيار فرع. اولا لما نقفل ضفنا فرع توازي يا باشمهندس، يبقى المقاومه كلها. قول لي بقى يا باشا قلت، يبقى التيار كله زاد. مين اللي بيقرا تيار كله؟ اي 1، يبقى اي 1 ده يزداد. تمام. تعالى بقى. الاي 2 ده معتمد على ايه؟ في فرع وار فرع. مقاومه الفرع كونستنت، مش هاجي جنبها. لما تقفل توزيع الفولت، لما تقفل بقى حبيب قلبي بيقول لك تاني معلش عشان المايك فصل. الاميتر الثاني بيقرا تيار فرع، فهو معتمد على فولت الفرع ومقاومه الفرع. حلو. مقاومه الفرع ثابته. الفولت بقى، الفولت بيتوزع على منطقتين ضمات. لما قفلنا المفتاح مقاومه المنطقه دي قلت لان ضغط الفرع توازي، فمقاومه المنطقه دي قلت، يبقى نصيبها من الفولت قل، يبقى الفولت على الفرع قل. فطالما الفولت على الفرع قل يبقى تيار الفرع قل، يبقى ايه 2 قلت، يبقى تزداد تقل. يبقى الاجابه بالنسبه لنا رقم الف. يبقى سعاده الباشا المدير ضفنا فرع توازي، سمعت في المقاومه كلها، المقاومه كلها قلت، يبقى التيار كله زاد. يبقى ده اللي هو الاي 1 زاد، ده التيار كله. تعالى بقى التيار الفرع، العب يا باشا على فولت الفرع، مقاومه الفرع، مقاومه الفرع دي ثابته، العب على فولت الفرع. لما تقفل مقاومه المنطقه دي قلت، نصيبها من الفولت في التوزيع، لان في توزيع في مقاومات توالي، نصيبها من الفولت قل، يبقى الفولت على الفرع قل مع ثبات مقاومه الفرع، يبقى تيار الفرع قل. مقاومه المنطقه قلت، نصيبها من الفولت قل، يبقى الفولت على الفرع قل، فيبقى تيار الفرع قل اللي هو قرايه الايه 2. يبقى اشتغلنا كلا على حده زي ما هو طالب، ووصلنا للنتيجه. ده سؤال 78.